اهلا بيكم ابطال 2023. في الفيديو انا حابب اتكلم عن موضوع واحد بس، وهو تنسيق ثانويه عامه. هل بقى هو هيكون عالي ولا هو هيكون قليل، ولا هيكون زي تنسيق بتاع السنه اللي فاتت، ولا هيكون زي تنسيق اول سنه يطبق فيها النظام الجديد، ولا هيكون عامل ازاي؟ وهل يا ترى المفروض افكر في الكلام في الفتره دي ولا اعمل ايه؟ من غير كلام كتير يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. البدايه انا حابب بس افهمك يعني ايه تنسيق، لان في ناس للاسف هي اول حد في العيله بتاعتها يدخل ثانويه عامه، فهي اصلا ما عندهاش خلفيه عن ايه اللي هيحصل بعد اخر يوم امتحانات. هو ممكن يكون فاكر ان انا هخلص امتحانات وهدخل الكليه اللي انا عايزها بالحب. فتعالى بالاول نفهم يعني ايه تنسيق، وايه اللي يخلي التنسيق يعلى، وايه اللي يخلي التنسيق ينزل، ويا ترى تنسيق السنه دي هيبقى عامل ازاي. انت بعد ما بتخلص امتحانات هتعد من 10 ل 15 يوم، يعني في الحدود دي هتلاقي ان النتيجه بدات تظهر. في البدايه خالص الصبح هتلاقي ان هي بتظهر على اي سايت عادي، زي مثلا اليوم السابع، زي مثلا الوطن، زي مثلا الاهرام. اي حاجه هتلاقيها بتطلع النتيجه بتاعتك عن طريق رقم الجلوس بتاعك. طيب بالليل بقى ايه اللي بيحصل؟ اقول لك ان بالليل الوزاره بتبعت السايت بتاعها وبتكتب رقم الجلوس، وبيطلع لك انت عملت ايه في كل ماده بالتفصيل. ولكن اطمن، نفس المجموع النهائي اللي بيكون على السايت بتاع الصبح هو نفس المجموع اللي هيطلع لك على السايت بتاع الوزاره. خلصنا موضوع النتيجه، نيجي بقى نشوف ايه هو تنسيق ثانويه عامه. اقول لك ان دي حاجه بسيطه بتتقسم لثلاث مراحل، والله مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه. مرحله اولى دي وبيكون فيها اغلب الكليات اللي بيكون اغلبنا عايز يخشها، لان احنا زي ما اتفقنا بقى مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع. في كليه انا حابب اخشها، وفي كليه انا مش بفكر فيها. فالمرحله الاولى مثلا هلاقي فيها كليه زي طب بشري وصيدله وطب اسنان وعلاج طبيعي وطب بيطري، ده بالنسبه لعلم علوم. اما بالنسبه لعلم رياضه فهتلاقي كليه زي مثلا هندسه، واوقات كمان هندسه كانت بتنزل مرحله ثانيه. طبعا في تنسيق مرحله اولى هتلاقي كل الكليات مفتوحه قدامك بكل المحافظات اللي الكليات دي موجوده فيها. يعني ايه الكلام يعني مثلا هلاقي طب اسنان اسكندريه، وطب اسنان القاهره، وطب اسنان المنيا، طب اسنان اسيوط. هلاقي كل الفروع اللي موجوده في طب اسنان في الجمهوريه كلها. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان اطمن الواحد اللي هو عايز الكليه دي والكليه دي مش موجوده في المحافظه بتاعته. فما تقلقش، انت هتلاقي كل الكليات مفتوحه قدامك بالمحافظات بتاعتها، ووقتها هتختار اقرب محافظه ليك في الكليه اللي انت حابب ان انت تخشها وهتروحها ان شاء الله. فاجتهد علشان توصل لمرحله اولى ويبقى قدامك كل حاجه مفتوحه. خلصنا تنسيق مرحله اولى، نتكلم على تنسيق مرحله ثانيه، وهو بكل بساطه ان هي بتبدا تاخد درجات اقل شويه من تنسيق المرحله الاولى. وبالتالي الكليات اللي كانت موجوده في المرحله الاولى لو ما بقاش فيها اماكن وان هي كلها اتزحمت، فللاسف مش هتنزل مرحله ثانيه. بس ما تحبطش مني، انا مش عايزك تحبط، ما تقلقش لان في امل. الكليات اللي في مرحله اولى اي نعم هي لو اتزحمت قوي مش هتنزل، ولكن في اغلب الاوقات طب بيطري بتنزل مرحله ثانيه، وهندسه نفسها بتنزل مرحله ثانيه، وحاسبات كمان نزلت مرحله ثانيه. فما تقلقش، ولكن اجتهد علشان توصل للمرحله الاولى وخليك في المضمون. خلصنا المرحله الثانيه، خلاص انت بقى اللي هتقول لي المرحله الثالثه. بالعقل اي كليه هتتبقى من المرحله الثانيه، او اي كليه فيها اماكن من المرحله الثانيه هتبدا ان هي تنزل مرحله ثالثه، وكمان بتكون المعاهد كلها مفتوحه للمرحله الثالثه. بس يا عم احنا كده خلصنا كلام عن يعني ايه تنسيق ثانويه عامه. طب احنا بقى عايزين نفهم ايه اللي يخلي التنسيق ده يعلى، ايه اللي يخلي كليه طب بشري من مثلا 92%، ايه اللي يخلي التنسيق ده يوطى. طب هل ليه علاقه بالتنسيق بتاع السنه اللي فاتت؟ ده بقى اللي انا حابب ان انا افهمه لك. تعال، التنسيق زي حاجه نسبه وطلب. يعني ايه؟ انا خلصت خلاص وعرفت نتيجتي وفتحت الموقع اللي انا هبدا اسجل عليه الرغبات بتاعتي، هم بيكونوا حوالي 75 رغبه. ببدا ان انا اقابلهم كلهم على حسب طبعا اللي انا عاوزه. يعني لو انا عايز طب بشري في الاول هكتب طب بشري، وبعد كده لازم املى ال 75 بالترتيب، لان ممكن ولا قدر الله البس في الرغبه ال 75. طيب ايه اللي بيحصل؟ خلصنا امتحانات ثانويه عامه، ملايين الجمهوريه دخلت رغبه اولى طب بشري، يبقى كده بقى في ضغط كبير على طب بشري، فطب بشري هي اللي تبقى عاليه. ولكن خلي بالك الكلام مش حاجه ثابته، لان في سنه من السنين كانت طب اسنان هي اللي اعلى من طب بشري، وفي سنه من السنين كانت صيدله اعلى من طب بشري وطب اسنان. فاذا اللي بيحدد التنسيق واللي بيحدد الكليه هو انتوا، الدفعه بتاعتك انت. فلو انت عدد كبير جدا من دفعتك حابب ان هو يخش طب بشري، وقتها طب بشري هتكون عاليه. ولكن لو عدد كبير جدا من دفعتك حابب ان هو يخش علاج طبيعي، زي ما حصل السنه اللي فاتت، عدد كبير حب علاج طبيعي عن صيدله، فعلاج طبيعي طلعت عن صيدله. هو ده بقى اللي بيخلي الكليات كلها تعلى عن بعضها، ان هي نسبه وتناسب. طيب هل التنسيق بيكون ليه دعوه بالسنه اللي فاتت؟ هقول لك اطلاقا. ليه اطلاقا؟ لان ممكن في السنه بتاعتك انت ولا قدر الله تيجي الامتحانات صعبه جدا، فعدد اللي بيحل كويس قليلين قوي، فبالتالي تلاقي ان مثلا مرحله اولى بقت من 85%. طب وده حصل ازاي؟ هقول لك ابسط مثال هو النظام الجديد. النظام الجديد عشان الامتحانات بدات تيجي على مستوى عالي، والامتحانات بقى فعلا فيها تفكير كتير، فبقت الناس بتغلط كتير، فبقى اعلى حاجه ممكن توصل لها مرحله اولى هو 91 92.
طب ارجع كده زمان للنظام القديم خالص، ما فيش مقارنة، لإن أول حاجة كانت بتوصل لها المرحلة الأولى كانت 99 و98%، يعني اللي كان بيجيب 97 ما كانش بيلحق مرحلة أولى. إحنا دلوقتي بنتكلم في إن بداية المرحلة الأولى 91، فما تقعدش تفكر كتير. أنا بقى كواحد في ثانوية عامة لسه ما خلصتش، مالي بكل ده؟ هاقول لك ده اللي المفروض اللي أنت تعمله. أرجوك ما تفكرش في التنسيق، أنت مالك ومال التنسيق؟ أنت دلوقتي كل مطلوب منك حاجتين، يا بتحل يا بتذاكر، يا إما خد حاجة تالتة من عندي إن أنت قاعد بتجمع غلطاتك، لأن أنا مصمم إن أنت تجمع غلطاتك في الفترة دي، لأن دي هي أهم حاجة إن أنت تعملها. ركز في اللي أنت بتعمله، ركز في الحل بتاعك، ركز في المذاكرة بتاعتك، مالكش دعوة خالص بالتنسيق، لأن مش أنت اللي بتحط التنسيق، ولا حد أصلا يعرف التنسيق ممكن يعلى ولا التنسيق ممكن يوطى، ولا حد أصلا يعرف تنسيق مرحلة أولى من كام. كل حاجة هتتعرف في وقتها. أتمنى أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.